قال أنا يعني أصمت أنه أنا حاربت جميع الأقوام، حاربت الإنجليز، حاربت الصرب، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. أنا رحت لليمن، كنت قائد حامية هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي. شهادة من ضابط تركي متمرس طبعا إيه؟ ورئيس دولة بعد ذلك. قال لأنه يعني ما يحتاجون معدات ولا كذا، علوم الجبال هذه، وكل خرطوشة اللي يحطوها في البندقية ما تروح صدى، لابد أن تقتل أحد. إيه؟ وناس يعني يكتفون بالقليل. أمريكا لا تستطيع أن ترسل قوات إلى اليمن. طب هي أمريكا متورطة في العراق، متورطة في أفغانستان، وبدها تتورط في ليبيا، وبدها تتورط كمان في اليمن. يعني عمليا والشعب اليمني والله لو نزلت قوات أجنبية ليأكلوهم. يا أخي ما شفت أنا يعني شعب عنده حماس للعروبة وللإسلام زي الشعب اليمني حقيقة. وعلى كل نشاط معظم الناس اللي كانوا يقاتلوا ضد السوفييت في أفغانستان كانوا من اليمن. يعني معظم الشباب القاعدة من اليمن اللي راحوا قاتلوا في البوسنة والهرسك من اليمن. مصيبة لأنه في اليمن في يعني ملايين القطاع السلاح. الشعب اليمني يعني السلاح بالنسبة له رمز رجولة ورمز كرامة ورمز دفاع عن النفس. والشعب اليمني شعب مقاتل وشعب شرس، يعني من أنبل الشعوب العربية وأكثرها شراسة في القتال، يعني ولا ينسى حقه ولا ينسى ثأره. لعلمنا أولا بالسلاح الهائل المنتشر في اليمن من جميع أنواعه وجميع درجاته، ولعلمنا أن الشعب اليمني شعب مقاتل شرس. كل رجل بل كل شاب بل كل طفل فيهم سلاحه هو خدينه ورفيق دربه.